السلام عليكم. في خبر جديد، واشنطن تشيد بانخراط المغرب وتنتقد الجزائر بشدة. قبل ما نبدأ لا تنسى لايك والاشتراك في القناة. انتقدت الولايات المتحدة إخفاق الجزائر في احترام الحد الأدنى من معايير مكافحة الاتجار بالبشر وغياب الجهود لمكافحة هذه الظاهرة. وجاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الذي قدمه رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكن أن الحكومة الجزائرية لا تمتثل للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهود كبيرة لتحقيق ذلك. كما شجب تقرير وزارة الخارجية تمادي السلطات الجزائرية في معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر ومعاملتهم بشكل غير لائق بسبب جنحة الهجرة، في حين أنها لا تعد أن تكون سوى نتيجة مباشرة لوضعيتهم كضحايا لهذا الاتجار. وفي المقابل سلطت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر في العالم الضوء على الجهود الهامة التي يبذلها المغرب لمكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها. وجاء في نسخة سنة 2023 من التقرير الذي قدمه في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الحكومة بذلت إجمالاً جهوداً متزايدة. ويشير تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن تم إعداد الاستراتيجية الوطنية من 2023 إلى 2030 ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم من 2023 إلى 2026 بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وتمت المصادقة عليهما بالإجماع في مارس 2023. وفي النهاية لا تنسى الاشتراك لو عجبكم المحتوى ولايك للفيديو.